طبعا بيبقى ممكن وانت واقف تحط المصحف عليه، وطبعا هو الكفه بتاعته زي ما انت شايف كده بيتحرك عشان الزاويه اللي انت عايزها، وكمان بيطلع وبينزل عشان لو عاوز تعليه وتوطيه، وفي من تحت عجله، طقم عجله عشان سهوله الحركه. عايزين نعرف بقى التحفه الفنيه دي طلعت ازاي؟ عايزين نمشي مرحله مرحله كده، وتعالى احكي لي كده ايه اللي بيحصل عندك. يلا بينا. طبعا المرحله الاولى ده الخشب اللي احنا بنستخدمه، ده طبعا خشب موسكي، خشب طبيعي، خشب شجر طبيعي، خشب شجر مش خشب مصنع. دي طبعا المرحله الاولانيه بيخش على التخانه كده. التخانه دي اول حاجه هي بتخلي كثافه الخشب كله زي بعضيها، لان الخشب ممكن يجي مثلا في حاجه 20 مللي، في حاجه 19 مللي، ياخدوا برده كده على الصينيه، لان برده الخشب ما بيبقاش جاي برده كله عرض واحد. يعني مقاسات معينه لازم يطلع بمقاس معين. كله زي بعضيه، بياخد طبعا كده على الصينيه، بيخلي عرضه كله واحد، يبقى هو كده الخشب بقى كله عرض واحد وكثافه واحده. ان شاء الله. دي بقى مرحله التجميع. دي ثالث مرحله. لا قبل بقى مرحله التجميع عندنا التجميع ده بيجمع طبعا كل حتتين في بعض كده زي ما انت شايف. ايه الفرق ما بين التجميع ده والتجميع ده؟ هقول لك دلوقتي. دي التجميع مرحلتين، دي المرحله الاولانيه. لكن هو بيحط غيره؟ غيره طبعا، والدباسه، وبيستنى عليها لما تنشف، بعد كده بيخش على مرحله التجميع الثانيه. كده بيجمع بقى الشكل بتاع البوكس، بدأ يبان معانا اهو، واقوى من مسمار الهواء. هو طبعا عارف برضو مقاسات الصندوق، وعارف بيشق ازاي، وعارف بيحط المسمار فين بالظبط. هو عارف شطاره منه ولا مع ممارسه المهنه ولا خلاص؟ مع ممارسه. تعالى هقول لك برضو ليه، لان احنا بص، هو طبعا بيحط مسامير في حتت معينه عشان يتفادى الشقه بتاعت الصينيه. بعد كده احنا بنعمل منتجات بندمج النحاس مع الخشب، منتجات نحاسيه وحرفيه، او منتجات نحاسيه وخشبيه. هي بتيجي جاهزه عندكم ولا؟ لا احنا ما بنجيبش حاجه جاهزه، احنا كل حاجه بنعملها عندنا. وهوريك برضو بتتعمل ازاي. منتجاتكم بشكل عام هي ما شاء الله، ده حاجه جزء من تراثنا، او الحاجه اللي انت طبعا بتزين الحاجه دي بالشكل ده هي جزء من تراثنا طبعا. هل انت مكان مصدر للخارج؟ طبعا. يعني انت بتصدر انا 80% شغلي بره مصر ان شاء الله. يعني انا حاسس ان الناس بقت تقدر شغلنا بره مصر. اشتغلت معاه حوالي 8 سنين او 9 سنين، وطبعا اتعلمت منه حاجات كتير بصراحه. وبعد كده في حوالي 2008 2009 فتحت لوحدي بقى. بدات بقى مرحله كده، من مكان صغير لاكبر. اول مثلا كنت شغال لوحدي، بعد كده بقينا 2 شغالين 3 شغالين.